أيها الأحبة، عبادة لا يستطيعها إلا العظماء، ولا يستطيعها إلا أهل التقوى والإيمان. إنها عبادة جبر الخواطر، أن تجبر خواطر الناس، وأن تربأ تلك الصدوع اللي في الصدور، أن تواسيها وأن ترحمها وأن تسليها. فإن بعض عباد الله اختار له رب العالمين عبادة من أجل العبادات، دائما يسمع إلى آلام الناس، يخفف عن هذا وينسئ أجل ذاك ويرحم ذاك بالمشورة. بل إن بعضنا تدمع عينه بكاء ليس من مصيبته، إنما تعزية لدمعة عين إنسان مكلوم مهموم مديون مريض. عبادة من أجل العبادات. عندما مر الحبيب على مكة وهو خارج إلى المدينة، ألقى عينه إلى مكة وفي قلبه ألم وفي عينه دمعة. ماذا قال الله له؟ يعلم أن مكة أحب البلاد إليه وأحب البلاد إلى الله، وخرج منها رغما عنه. قال الله: إن الذي فرض عليك القرآن، أي هو سبحانه، لرادك إلى معاد، أي سيردك إلى مكة من جديد. اذهب يا محمد إلى المدينة هناك، وسيرد الله لك مكة من جديد. يريد أن يجبر قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. بل نحن بين الصلاة بين السجدتين نقول بعد أن نسأل الله المغفرة، نقول: اللهم اجبرني جبر قلبي، فإن بعض القلوب كالزجاج يتكسر ويتصدع، فيأتي مؤمن شاء الله له الخير فيلم صدع قلبك ويرمم الكسور اللي بين ضلوعك ويمسح دمعتك وينسئ لك ويبشرك بالأجر وأبشر بالخير. حبيبنا عليه الصلاة والسلام دخل على أبي أمامة رضي الله عنه جالس في المسجد، فقال: ما أجلسك؟ قال: هموم وديون يا رسول الله، ما كان عند الحبيب مال وإلا لأعطاه. ماذا قال له؟ ألا أدلك، أي على دعاء إذا قلته أذهب الله همك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: فتبسم وقام واساه صلى الله عليه وسلم. وبعضنا حتى الكلمة الطيبة ليست عنده، لا يواسي الناس، لا يعزي الناس، لا يخفف آلام الناس، لا يسليهم عند مصائبهم. بل إن البعض يضع على الهم همًا، إذا قلت له أنا أصبت بالسكر، قال: أنا قايل لك أكلك هذا بيوصلك للسكر. ثم بدأ يلومه ويعذله ويزيد آلامه إلى آلامه. فلان مات، قال: أنا داري أنه بيموت. رجالا يسرع رجالا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ويحك يا عبد الله، لا تكن هادم اللذات أنت، رمم صدع قلوب عباد الله. الله أمرنا أن نجبر مصاب المحتاجين. فعندما تقسم التركات، قديما تركة الميت توضع بين يدي أهله ثم توزع على أهله. قال الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يعني أولو قربى الخوال ما يرثون، خالك حضر، ابن عم ما يرث، ليس بمعصب. أي أحد فقير مسكين وشاف المال يعد ويوزع، قال الله: فارزقوهم منه، أعطوهم قليلا من المال، اجبروا مصاب قلوبهم. بعضنا يعد أمهات 5 عند فقير ما عندهم أمهات ريال، ثم ينظر إليه قال: هذا رزق الله، ابتلاك الله بالغنى وابتلاه بالفقر، أما واسيته؟ جبر المصائب معاشر الأحباب، وجبر القلوب وجبر الخواطر وجبر العثرات لا يستطيعها إلا أهل الإيمان العظماء. حبيبنا عندما كذبه أهل مكة وضاقت به الأرض ورحل أصحابه مهاجرين إلى الحبشة، كيف عز الله نبيه، كيف سلاه وخلاه يسلو، رفعه إلى السماء في أعظم رحلة لجبر الخواطر، رفعه إلى السماء
في قصة الإسراء والمعراج وصلى بالأنبياء ثم أعاده الله بعد فرض الصلاة عليه فرض الصلاة عليه، عاد وقلبه مفعم وممتلئ بالإيمان والفرح. كذبني أهل الأرض فها هم أهل السماء يفتحون أبوابها لي. هكذا معاشر الأحبة بعض عباد الله تقي نقي، ما أجمله من يوم يشوف محزون يقرب عنده، عسى ماشر يا أخي أبشر بالخير، فليسعد النطق إن لم يسعد المال والحال. يمكن ما عندك فلوس لكن عندك كلمة طيبة جميلة. الفقراء أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وعندهم فلوس، من وين نتصدق لنا؟ ولهم فضول من أموال. فقال الحبيب ألا أدلكم، هذا تعزية لهم. الفقر ما له علاج إلا أن يغنيك الله، ليس الشكوى على المخلوقين تغنيك إنما تذلك وتهينك. أما رسول الله فمشرع، فأتوا إليه يسألونه ماذا نصنع؟ قال سبحوا دبر كل صلاة 33، احمدوا 33، كبروا 33، ثم اختموا بلا إله إلا الله. عز قلوبهم فذهبوا. علم التجار بما دل الحبيب الفقراء إليه فسبحوا وهللوا وكبروا وحمدوا، فأتوا إلى رسول الله يا رسول الله ما يصير، عندهم مال وسبقونا بالمال وها هم علموا بما أوصيتنا به. جبر قلوبهم قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، المال هذا موهبة الله فلا تحسدن مؤمنا. لذا معاشر الأحبة جبر المصائب بعضنا اليوم يمر عليه مجموعة من المديونين والدين هم وذل وضيق، وإذا ذكره الإنسان وهو سعيد كدر خاطره. جميل أيها المبارك أن تسلي صاحبك وتجبر خاطره، أبشرك يا أبو فلان الأمور طيبة وبتزين وسيغنيك الله ودينك في خير وشاري به بيت، عليك بجدولة الدين من جديد، ابحث لك عن وظيفة ثانية. تصدقون أحبابي إن بعضنا لا يجد أحدا يستمع إليه من أصحابه، ما يجد أحد يفضفض له، ما يجد أحد أن يستمع إليه، وكل من حوله يلومه ويعذله. الزوجة إذا دخل الزوج وقالت كما قالت خديجة والله لا يخزيك الله، وكانت تسلي محمد صلى الله عليه وسلم وتجبر قلبه رضي الله عن أم المؤمنين خديجة، والزوج يجبر قلب زوجته إذا اشتكت من الأبناء ومن الضيفان ومن مرضها ومن الركب والكوليسترول والضغط وكل هذا، أبشري يا أم فلان على أجر، والله ما يضيع عند الله أجر ولا تضيع حسنة. والأبناء اللي أتعبونا في صغرهم وفي شبابهم سيجعلهم الله في كبرهم قرة عين. أبشري يا أم فلان، يمكن ما ينفعنا الله بعد موتنا إلا بهالمقرود اللي تقولين مقرود، يمكن ما يجعل الله قبورنا نور إلا بصلاحه وإلا بهدايته، ويمكن نحصل هدايته ونحن أحياء وقد لا نجدها إلا بعد ذلك. المريض، كم من مريض قطعت أقدامه يغسل كلى، فيه فشل كلوي وبعضهم فشل كبدي وبعضهم يشتكي نقص البصر، واللي يشتكي لك ركيباته وكل يشتكي الركب هالأيام ويشتكي السكر هالأيام. قل أبشر بالخير، الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه فصبر رفع منازله. أبشر بالخير يا راعي الأمراض ويا راعي الأبر وراعي الحبوب ويا راعي الآلام واللي ما تشوف زين واللي تغسل كلى، فإن العبد إذا كثرت بلاياه ومصائبه مشى على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. اجبر مصابه، اجبر خاطره. بعضنا يا أخوان يزيد الهم هما ويزيد الألم ألما. الله أمرنا أن نجبر مصاب اليتيم وأمرنا ألا نقهره، فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم. رحل أبوه ودمعه في عينه، تجي عنده تمسح رأسه، أبشر بالخير أنا أبوك، حب أبوك،
وش ناقصك وأنا أبوك؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وبعضنا والله ما يبي من فلوسك شيء ولا يبي من حلالك شيء، يبغى كلمة طيبة، يبغى عزاء، يبغى مواساة اليتيم. واعلم أيها المبارك أن من واسى الأيتام رزق الله أيتامه بعد موته من يواسيهم. وأنت اليوم تمسح راس اليتيم وباتر يمسحون راس عيالك يتمان، فقدم لنفسك مراضاة لليتيم ومواساة لليتيم وجبر خاطر لليتيم. امسح عبرته وكن أبا له ولا تقهره. وأقول لأولياء الأيتام ووكلاء الأيتام اللي خذوا حلالهم وكلوها: يا مسلم اتق الله في نفسك، اليتيم يجبر قلبه، فكيف بمن يصدع فؤاده ويأكل ماله؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نعوذ بالله من ذلك. وممن يجبر خاطره أيضا المسكين. الله أمرنا ألا ندع السائلين وألا ننهرهم. لا تنهره، مو بحاصل منك ريال ولا 5 ريال، اذكر الله وسبح الله يجزاك خير. بعضنا إذا اشتكى إليك الحال ما عندك له شيء وما في جيبك له شيء، لكن تقول ابشر بالخير. أسأل الله أن يملأ قلبك إيمانا وأن يقضي دينك ويفرج كربك ويعطيك حتى يرضيك ويملأ قلبك إيمانا. هذه الأدعية أغلى من ال5 اللي بتعطيه إياه أحيانا. ولربما بعضهم هذا الكلام يعزيه، هذا الكلام يعزيه. فالسائل لا تنهره ولا تدعه، فإن هذا محرم. اجبر خاطره، ويكفي المسكين ذل السؤال وبسط يديه لك. إن كنت تعلم أنه قوي فقل له اتق الله ولا تسأل وأنت في غنى. لكن إن لم تعرف حاله ومسكين مجهول الحال، فالأصل أنك إما أن تقول خيرا وإلا أن تصمت. أما نهره اطلع برا، اقلب وجهك، لا تجي مساجدنا. يا عبد الله، قادر ربي يجعلك أنت أو أحد ذريتك يقف في مكانه عند الأبواب. فلا تنهر سائلا، واجبر مصابه واجبر قلبه. ومما يعزى أن يعزى أهل الميت، أهل الميت. ومن الذي يعزى منهم ويجبر خاطره؟ ذاك الذي ظهر عليه الألم. فليس كل من مات له ميت يظهر عليه الألم. بعضهم يلعب ورقة في آخر الليل واليوم ميت أبوه ولا أمه، وبعضهم بالواتس، وبعضهم يصقع الفناجيل والسبحة في يده ما درى عن الميت وينكتون. هؤلاء ليسوا معزين، لا يعزون، بل نعزيهم في أنفسهم، لأن الحبيب يقول: كفى بالموت واعظا. لكن الميت اللي ترى دمعه ما توقف وفؤاده قد تلوع، ما أجمل أن تأتي إليه. لله ما أخذ، لله ما أعطى، كل شيء عنده بقدر. لا تقل إلا ما يرضي ربك، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشره أن الصابرين يوفون يوم القيامة أجرهم بغير حساب. ما أجمل عزاء المصاب وأن تكون بجواره وأن تذكره بأننا على هذا الطريق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ذاق الموت. محمد صلى الله عليه وسلم ذاق الموت. ومن كان متعز فليتعز بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجبر مصاب قلوبهم عبادة هي من جبر الخواطر ومن جبر كسر القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.